توقع الخبراء أنه بعد نهاية حقبة الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وسيطرتهم على الكرة الذهبية الأعوام الطويلة، أنه يجي نيمار ويفوز بالكرة الذهبية من بعدهم ويكون خليفتهم. إنما النجم البرازيلي ما استطاع أنه يضل بالاستمرارية وبنفس المستوى اللي بدأ فيه. طبعا إضافة للبعض توقع إنه مبابي يبلش كمان حصد كرات ذهبية، كذلك الأمر الغزال الفرنسي ما قدر إنه يفوز لحد الآن بولا كرة. فينيسيوس نفس الشيء انحكى عنه، وهالاند كمان ذكر اسمه. إنما مين كان يتوقع إنه ظل رونالدو بالنادي الملكي كريم بنزيما بعمر ال 35 يحقق الكرة الذهبية عام 2022؟ ومين كان يتوقع إنه عام 2024 تروح الكرة الذهبية للاعب الكلاسيكي اللي ما عنده فنيات، رودري، ويحقق الفوز بالكرة الذهبية؟ ومن بعدها عام 2025 ما حدا كان يتوقع إنه اللاعب اللي كان يبقى مصاب ديمبلي إنه يحقق هالإنجاز.